ومسلسلنا بيبدأ بشياو وهي سايبة بكين وراحة مع خالتها لعيلة أبوها في منطقة ريفية عشان تبدأ دراسة هناك، وبالصدفة بتشوف بطلنا وهو مندمج جدا في لعبة على الموبايل وبيزعق للي بيلعب معاه. ساعتها لفت انتباهها وهي كمان خطفته من أول نظرة وأخد باله من شعار المدرسة لأن دي نفس مدرسته. والقطر بيوصل آخر محطة وهي مشيت فواحدة زقتها عليه بالغلط فوقعت في حضنه وشعرها شبك في زرار قميصه فبقوا قريبين جدا من بعض وعيونهم اتلاقت واتسحر بنظراتها. ومن أول لمسة قلبه اتشدلها ومبقاش عارف ليه، وهي عشان تفك شعرها قربت منه وبعدها اعتذرت ومشيت وسابت قلبه متعلق بيها. وبعدها خالتها اضطرت ترجع لشغل ضروري فسابتها تكمل طريقها لعيلة أبوها، ومرات عمها راحت أخدتها وقالت لها إن مهما كان خلافها مع والدتها فهي عمرها ما كرهتها وطلبت منها تعتبر البيت بيتها. ولما وصلت شافته تاني فسألت مرات عمها عنه فعرفتها إنه أكتر شاب مشهور بالمشاكل في المنطقة وساكن في البيت اللي قبالهم وعامل بلاي ستيشن، وحذرتها إنها تبعد عنه وما تتعاملش معاه ونادت عليهم علشان يسلموا عليها وطلعت لهم الهدايا اللي جابتها لهم. لكن الجدة ومرات عمها رفضوا ياخدوهم في الأول لأنها غالية، فقالت لهم إن والدتها هي اللي اشترتها لهم. وساعتها افتكرت كلام مامتها إن جدتها ومرات عمها دول ناس على باب الله ولو جابت لهم حاجات زي دي لا هيعرفوا قيمتها ولا هيعرفوا دي ايه أصلا. وعلى الجانب التاني صاحبه عرفه إن صاحب السوبر ماركت اللي قدامهم عمال يتباهى وفرحان إن بنت عمه وصلت من بكين وكمان منقولة من مدرسة كبيرة وهتدرس في نفس مدرسة الثانوية بتاعتهم. فأول ما سمع كده افتكرها، يا ترى هي دي انتي؟ وتاني يوم راحت المدرسة ودخلت أوضة المدرسين علشان تستلم الكتب، ورئيس الفصل أخدها جولة في المدرسة وأثناء ما كان بيتكلم معاها شافته فراحت موقعة الكتاب من إيدها قصد عشان تفتح معاه كلام واتصدم. هو من البداية أصلا جه المدرسة علشان يتأكد إذا كانت هي ولا لأ، فشال الكتاب واداهولها. ورئيس الفصل، انت جيت المدرسة ليه؟ مش بعادة يعني ايه ممنوع عليا اجي المدرسة؟ وقطعت كلامهم بسلامها عليه وعرفته بنفسها ومشيت مع رئيس الفصل. ليه قلبي مشدود لك كده؟ ورئيس الفصل بدأ يكلمها عنه تاني انه طول الوقت بيخرج بره المدرسة مع ناس مش كويسة ودايما بيكون حواليه بنات وبيعملوا مشاكل وانه مش شخص كويس وطلب منها تبعد عنه احسن. وواضح إنها بتسمع الكلام قوي عشان كده أول ما شافته وهي مروحة رمت الشمسية ودخلت تنكشه وأخدت علبة السجاير بتاعته وطلعت. وتصرفها ده كان مقصود عشان تلفت انتباهه، وهو علشان قلبه حنين راح مديها الشمسية بتاعته ومشي هو تحت المطر. لكن هي ناوية توقعه في حبها فجريت وراه علشان يمشوا سوا ووصلها لحد البيت وساب لها الشمسية ودخل بيته. وتاني يوم خالتها كلمتها وأمها سألتها لو كانت بتتكلم مع بنتها وقالت لها تعرفها إنها بنتها هي ولازم تسمع كلامها وما تبقاش زي أبوها اللي دمر نفسه وما قدرش ينجح في حاجة وترجع دلوقتي، وإلا تنسى إنها تاخد جنيه واحد تاني من فلوسها. فبتقفل علشان مش قادرة تسمع حاجة عن باباها. وهي في طريقها للمدرسة لقته واقف مع بنت بتحاول تشقطه لكن اتكلم معاها بطريقة مستفزة فاتضايقت ومشيت. وهو شافها، انتي بتبصي على ايه؟ فحاولت تداري ارتباكها وتولع سجاير فأخدها منها وخلاها تولعها له ونفخ الدخان في وشها عشان يأكد لها إنها ما تعرفش تبقى النوع ده من البنات فما تحاولش تعمل كده تاني. وهي حاولت تداري ودنها لأنها خايفة تنمر الماضي يرجع من جديد. وهو هيبقى أحسن منهم في إيه؟ دي حتى أمي اتنمرت عليا فالغريب هيعمل فيا إيه؟ لكن اتعامل معاها بشكل طبيعي ولاحظ إن مزاجها مش حلو. لما الناس بتكون مش مبسوطة المفروض يعملوا الحاجة اللي بيحبوها. خدني لفة، فلبسها الخوذة وركبت وشدها عليه وبعد اللفة وصلها المدرسة. وفي المدرسة شافته هي وصاحبتها وهو بيلعب سلة فراحوا يتفرجوا عليه وبعد شوية وقف قدامها فالبنات اللي معجبين بيه اتضايقوا منها خصوصا انه مش معبرهم بس حاول ما يبينش انه يعرفها عشان محدش يضايقها. وفي نفس ذات اللحظة واحد معجب بيها حاول يضايقها وهي رفضته لكن فضل يرخم عليها بس طفح الكيل بقى فاداله واحدة في دماغه ولما بجح معاه خبطه التانية فجري بقى بدل ما ياخد علقة. وبعد شوية كانت قاعدة بتتغدى فدخل عليها زميلها وعرفها إن رئيس الفصل عايزها وهو كان معدي وسمع الكلام فغار. وبالليل كانت بتجري تحت المطر فجه وغطاها بشمسيته. ليه رئيس الفصل ما جاش وصلك؟ أصلا مفيش حاجة بينا فليه هيجي يوصلني؟ فقلبه يروح يطمن، دي بتشرح لي معقول تكون معجبة بيا؟
وتاني يوم جدتها خلتها تروح تجيب ابن عمها من البلايستيشن بتاعه، ولما وصلت لقته نازل بفوطة وفي بنت بتنشفه، ففهمت طبعا غلط وحقها وخدت ابن عمها ومشيت. لكن في الحقيقة البنت دي كانت حبيبة صاحبه، وهي كانت حاطة عينها عليه. وعلى الناحية التانية كانت زعلانة علشان افتكرت انها حبيبته، بس ما قدرش يخليها تفضل فاهمة غلط، فراح واقف تحت شباكها وعرفها ان البنت دي حبيبة صاحبه وما تفهمش الموضوع غلط. عادي، على العموم كل سنة وانت طيب. ففرح قوي يا روحي. وتاني يوم راحت جابت له هدية، وهو بعت لها عنوان حفلة عيد ميلاده، فراحت مع صاحبتها وصاحبه رحب بيهم، بس الحرباية سلمت عليها بطراطيف صوابعها. وبعد شوية وصل وعيونه ما كانتش شايفة غيرها، لكن لقاها بتتعامل مع الكل وبتدي رقمها لأي حد. يا بنت الجزمة، ده أنا هنفخك، استني عليا. وراح قعد جنبها. بتعرفي تلعبي بلياردو؟ لأ. فخدها يعلمها، وهو بالمرة يعرف الكل إنها بتاعته هو بس. وبعدها سابته وقعدت تتفرج عليه وهو بيلعب، بس زهقت فشربت العصير كله لوحدها. ولما شافها لقاها مش شايفة قدامها خالص، وفضلت تتدلع عليه. اثبت اثبت يا فنغي يا ابني. وهوبا أغمى عليها في حضنه. وتاني يوم راح لها الفصل وهو جايب لها بسكوت ولبن علشان معدتها بعد اللي شربته امبارح. فسألته عن تمنهم. انتي هبلة، أنا راجلك ولازم أخد بالي منك. هو أنا بحب واحدة هبلة ولا إيه؟ وبعد شوية الواد اللي كانت رفضته جه ومعاه شوية عيال علشان يجبروها ترتبط بيه. ولما رفضت وحاولت تمشي صاحبته زقتها، فوقعت السماعة بتاعتها على الأرض. فمسكوها بقى وفضلوا يتنمروا عليها، وأخدوا السماعة ومشيوا علشان تفضل طول اليوم مش عارفة تسمع. وبالصدفة كان معدي من جنبهم وسمع اللي عملوه فيها، فما قدرش يستحمل ازاي يتجرأوا ويأذوا حبيبته. وبدأت المعركة، ونزل في الواد ضرب، وصاحبه شاله من عليه بالعافية وخد منه السماعة وطلع يجري على فصلها ولبسها السماعة بنفسه. محدش يقدر يأذيكي وانا موجود. انت عرفت منين؟ فعرفها انه عرف بالصدفة، واخدت بالها ان ايده مجروحة فاخدته علشان تعالجه. وهم مروحين سألته لو ايده بتوجعه. لا، دي بقت كويسة جدا، حتى شوفي. يا لهوي، دي قوية جدا، انا دخت خالص حتى شوف. فضحك على لطفتها ومسكها من خدودها، ولحظة القرب دي خلتها تعترف له بسكر صغير على خده انها بتحبه وطلعت تجري. ايه ده معناه ايه؟ يعني بتحبني بجد؟ امال ايه يا منيل، امال ايه؟ وتاني يوم راح بحجة انهم هيذاكروا سوا، وجايب لأهلها هدايا ومغير لبسه خالص، مزرر القميص لآخر زرار ولابس نضارة علشان يبان مؤدب. معرفتكش انا كده، معرفتكش. ولسه رايحين الأوضة راح شددها من ايدها. بتعمل ايه؟ ايه ماسك ايد حبيبتي؟ وبعد شوية كانت قاعدة بتشرح له، لكن هو كان تايه فيها. انت لابس نضارة ليه؟ لازم اهل حبيبتي يشوفوني مؤدب. طب يلا علشان هنذاكر. اي 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 اي، بصي حاجة دخلت في عيني، وريني كده. فقربت منه علشان تشوفها، وهو حب قربها ده قوي. وفصل اللحظة دي مكالمة من صاحبها طلب منها تيجي تقابله، فرحت له وفضل يشتكلها على اللي حصل فيه في الطريق. ولسه كان هيحضنها لقينا فنغ سحبها من ايدها في حضنه، فعرفته ان ده صاحب طفولتها يان. عارفه ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ ايوه، شكرا انك اخدت بالك من صاحبتي. على ايه يا حبيبي؟ ده وجبي، ما هي حبيبتي ولا ايه؟ وبيمر الوقت وكانوا قاعدين يشربوا، وكل واحد فيهم بيحاول يثبت انه يقدر يستحمل اكتر من التاني. وفجأة عمل نفسه دايخ ورمى نفسه في حضنها البايظ، فهي أخدته علشان ينام. وبعد شوية راحت لصاحبها فحاول يقنعها تنسى كل اللي جاي علشانه وترجع معاه لأنه بيحبها، لكنها رفضت وعرفته إن الأحسن إنه يمشي هو، وإنها لازم تكمل الحاجة اللي جت عشانها. وتاني يوم كانوا قاعدين بياكلوا، وهو كان متحمس جدا لعلاقتهم وبيخطط معاها إنه أول ما يتخرجوا لازم يتجوزوا على طول. وأمها كلمتها وعرفتها إنها تتجوز من عيلة تشو، وإن جوزها الجديد عنده ابن بيدرس في نفس المدرسة بتاعتها اسمه فانغ، ولو شافته لازم تتعامل معاه كويس علشان هيبقوا اخوات. فقامت من مكانها علشان ما يسمعش اسمه، وأنكرت إنها تعرفه، وطلبت من أمها يروحوا يزوروا أبوها بس رفضت. وجه فانغ وسألها عن أبوها وإنها عمرها ما جابت سيرته قبل كده، واقترح عليها يروحوا يزوروه في الأجازة، فعرفته إن أبوها أصلا ميت. فحاول يواسيها لكنها افتكرت كلام أمها فتعاملت معاه بطريقة وحشة وانفصلت عنه. وتاني يوم بيسمع خبر جواز أبوه من ممثلة،
وأمه دخلت عليه وهي بتلومه على جواز أبوه وإنه رماهم، وكان المفروض يفضل معاه علشان يقدر يستولى على الشركة. سيب الراجل يعيش حياته، وجوازكم من الأول ما كانش ناجح. ألاقيها منين ولا منين يا ربي؟ الأم لفت على الأب والبنت لفت على ابني. فاستغرب وسألها تقصد إيه؟ فعرفته إن البنت اللي بيحبها هي بنت الست اللي أبوه اتجوزها. فاتصدم وما كانش مصدق كلامها. لو مش مصدق روح اتأكد بنفسك. فحاول يكلمها لكن لقاها عاملاله بلوك. وفعلا تاني يوم راح يتأكد بنفسه، وأول ما شافها قلبه وجعه ومشي، وهي طلعت وراه فشدها على الحيطة. عملتي فيا كده ليه؟ كان قصدك تأذيني بجد؟ فما أنكرتش ده ودموعه خانته. طب ما حسيتيش إنك حبيتيني ولو للحظة؟ فبعدت إيده. لأ. فاتوجع من ردها. من النهاردة مش عايزة أشوف وشك حتى لو صدفة. وسابها ومشي وهي بكت لأنها فعلا حبته. هي من البداية كانت ناوية توقعه في حبها علشان تمنع أمها تتجوز أبوه، لكن قبل ما تلحق تنفذ خطتها أمها اتجوزت وبقوا قدام الناس زي الأخوات. وعشان كده كان لازم تكرهوا فيها وتبعدوا عنها حتى لو ده هيكسر قلبه، لأنها هي اللي ظلمته. بتمر السنين وبيدخلوا نفس الجامعة، وفي السكن البنات راحوا ياكلوا سوا ويتعرفوا على بعض، وبدأوا يتكلموا عن فنغ وقد إيه هو غني، وإن بنات الجامعة كلهم معجبين بيه لكنه مرتبط بأجمل بنت في الجامعة. فاتضايقت. معقول يكون نساني؟ وبعد الأكل صاحبها جه يوصلها لحفلة الطلبة، وهو شافهم وغار. رغم كل اللي عملته فيه قلبه لسه متعلق بيها، وما كانش قادر يشوفها مع راجل غيره. فخلى السواق يخبطهم بالعربية ونزل صاحبها يتخانق معاه، لكن أول ما عرف إنه فانغ اعتذر على طول وطلب منه يوصلهم. ولما وصلوا صاحبها نزل وسابها لوحدها معاه، وواضح إن ذوق في الرجالة بعد يبقى عرة قوي. ملكش دعوة. وسابته ونزلت، ولاحظ إن سماعتها وقعت منها فأخدها ودخل، وهناك شافها وهي بتقدم رقصة في الحفلة وقلبه ما بقاش شايف غيرها. وبعد العرض اقتحم البروفة ودخل قاعد على كرسي حبيبته. يبقى ما كانش جاي علشاني. وكانت لسه هتمشي لكنه مسك ايدها. سيب ايدي وجعتني. جيتي الجامعة دي ليه؟ مش قلتلك ما تخلينيش اشوف وشك تاني؟ وفجأة سمعوا صوت البنات جايين على الأوضة. هتقول ايه لحبيبتك لما تدخل وتلاقيك معايا؟ ومين قالك اني عندي حبيبة اصلا؟ والبنات بيخبطوا على الباب لكنهم بيلاقوه مقفول. ايه ده يخرب بيتك، انت قفلت الباب؟ فشدته بسرعة علشان تخبيه، ولما جت تخرج حصرها. ابعد عايزة اعدي. فبيلمس ودنها وهي حاولت تبعد لكنه قرب منها اكتر. هتشرحي ازاي وجودك معايا هنا لو خرجتي؟ هقول لهم اخويا يا اخويا، عايزانا بجد نبقى اخوات. وماله، بس خليكي عارفة عمرك ما هتلاقي زيي. ولبسها السماعة وشدها لحضنه عشان وحشاه ومش قادر يبعد عنها. فزقته لكنه أخد تليفونها وسجل رقمه ومشي. وبالليل صاحبه كلمها وعرفها إنه سكران ولازم تجيله، فما قدرتش تسيبه وراحت له. وأول ما وصلت عرفها إنه في الحمام ومضطر يمشي علشان عنده شغل. لكن أول ما خرج لقاته كويس. صاحبي خدعك علشان تيجي، أكيد كان عايز يرجعنا، بس هو طبعا مش هيسيب الفرصة دي تروح منه. فعرفها إنه سكن البنات أكيد قفل دلوقتي، وهو مستحيل يسيبها تبات برا لوحدها. فإداها مفاتيح العربية وأخدها على بيته وحط بصمتها على الباب. وعرفها إنه هينام على الكنبة وهيسيب لها أوضته، وأخد باله إنها مش لابسة شبشب فوطى ولبسها شبشبه. ايه الراجل الحنين ده؟ ايه الراجل السكر ده؟ او بعد شوية طلع لها بالروب فتوترت من المنظر. بكرة من بدري همشي، وبتهرب من قدامه بسرعة، وعلشان يمنعها انها ما تمشيش على التكييف ووقف قدامه لحد ما تعب. وتاني يوم صحيت لقيته سخن جدا وتعبان، ودورت على خافض للحرارة بس ملقتش. وهو استغل الفرصة وشدها في حضنه، لكنها بعدت بسرعة قبل ما تضعف، وراحت جابت له مية وعملت له كمادات. وهو كان فاكرها هتسيبه يا روحي، فعرفته انها هتروح تجيب له علاج وترجع. وبعد شوية رجعت وقست حرارته وجابت له أكل، ولقت حرارته نزلت شوية فعرفته انها هتمشي لأنه بقى كويس. فاتضايق. أنا أمي مش بتحبني وأبويا مش فاضيلي ومليش حد. خلاص تمام، بس همشي دلوقتي وهجيلك بعد الجامعة. وجت تمشي رفض علشان عايز يوصلها. لا انت تعبان وطريقنا مش واحد. قلتلك هوصلك، وانتي تعرفي منين طريقنا مش واحد ولا لأ؟ وبالليل صاحبه بعت لها صورته وقال لها انه تعبان قوي وانه في المستشفى وتجيله. فجريت عليه ولقاته لسه واخد محلول، فاطمنت شوية. مادام بقيت كويس همشي. لا استني،
لسه فاضل محلول كمان، خليكي معايا. فما قدرتش ترفض وقعدت، وهو بدل ما يهتم بنفسه فضل يحط لها الأكل عشان شايفها ضعفت، لدرجة إن الممرضين بقوا مستغربين مين العيان فيهم، وأنا كمان كلنا مستغربين والله مش انتوا راحتكم. وهي فضلت سهرانة جنبه طول الليل، وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها على السرير، وهو كان بيحاول يسكت الدكتور والممرضين عشان ما يصحوش حبيبة قلبه من النوم. ولما لقاها صحيت عرفها انهم هيخرجوا النهاردة، ولما حس انها خلاص هتمشي تاني وتبعد عنه ما قدرش يسيبها. كل مرة بتشوفيني تعبان بتجري عليا، طب ليه مش عايزة تليني معايا؟ ليه مش عايزة تعترفي بمشاعرك؟ انت يمكن تعرفي تخبي، لكن انا خلاص مش قادر. حاولت اكرهك، والله حاولت، بس معرفتش. انت ليه قاسية عليا كده؟ فبكت واعتذرت منه، وهو شدها لحضنه، الحضن اللي كان مستنيه من سنين، وكان خايف لو سابها تضيع منه تاني. أنا مش هجبرك عليا، بس أرجوك ما تسيبنيش، أنا بحبك قوي، ما تتخليش عنه. هو بيفصل اللحظات دي مكالمة، وبتعرفه إنها هتبدأ شغل، فطلب منها تيجي تعيش معاه بقى. فعرفته إن المسافة من الشغل لبيته بعيدة قوي. حلو، يبقى هوصلك كل يوم. هو فعلا بقى يروح ياخدها من الشغل، والدنيا بقت حلوة بينهم. وبعد كام يوم راح لأبوه، وأبوه عرفه إنه عارف إنه بيحب بنت مراته، ووضعهم ده ما ينفعش يفضل كده. فعرفه إنه يقوله شروطه وهو هيوافق عليها، وشرط أبوه إنه يمسك الشركة. فهو وافق، بس بشرط واحد، إنه يطلق أمها. وفعلا طلقها، وأمها كلمتها وطلبت منها تيجي حالا. وأول ما وصلت فضلت تزعق، وإزاي تعملي فيا كده وإنتي قد إيه بنت جحدة، وأبوكي مات من زمان، عايزاني أفضل عايشة على ذكرياته لحد إمتى؟ أنا مش عايزاكي تعيشي أرملة، بس عايزة أسألك سؤال واحد. انتي كنتي عارفة إن أبويا كان عنده اكتئاب وخنتيه، وكنتي السبب في موته، وعشان تأكد لها كلامها رمت صورها في وشها. وبتدخل أمه وهي شمتانة فيهم، واحدة لفت على جوزي والتانية على ابني. أقولك على حاجة يا حلوة، ابني هو اللي عمل كل ده، بس مش علشانك، ده كان بيتسلق وبينتقم ليا. اوعي تكوني فاكرة انه حبك بجد، دي كلها لعبة يا حبيبتي. ودخل فنغ بسرعة وهو متعصب. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اقول الحقيقة. فمسك ايد حبيبته. مين اللي قالك يا ماما اني كنت بتسلى بيها؟ انا مش بس بحبها، انا مغروم بيها. ويا ريت ما تقوليش يا حبيبتي كلام زي ده تاني، عشان ما تزعلش وتقلق على الفاضي. وانا نفسي اصوت دلوقتي، بس علشان ودان المستمعين. ارفع سقف طموحاتي يا ريس، ارفع سقف طموحاتي، ارفعه. وسابوا الاتنين يولعوا في بعض ومشيوا. وفي البيت كان بينشف لها شعرها، وهما الاتنين مبسوطين ان اخيرا بقوا عايشين في هدوء ومن غير خوف ولا وجع. واخدها في حضنه وبسها، ولا عيب. وتاني يوم صحيت ملقتوش جنبها، فقامت تدور عليه ولقته قاعد شايل الهم. مالك يا فنغ يا ابني شايل الهم ليه؟ ده انت كنت فرحان امبارح. بصي كده على اللي عملتيه، انا راجل تقليدي وكل الكلام ده ما ينفعش. يا ابن الكلب ما انت اللي جرجرتني. فطلع لها بقى كل اللي حالته. بصي يا ستي، جيب بطاقتي وبطاقة البنك ورخصة السواقة وكل ممتلكاتي وشهاداتي وحتى سجل العيلة. الواد بيروح مننا. ايه ده؟ انت ناوي تسيبني ولا ايه؟ لا يا روحي، انا ناوي اتجوزك، بس احنا لسه صغيرين. تعالي يا بت. وهوبا شالها وراحوا اتجوزوا. وانا احب اقول حاجة صغننة، اللي عاوز حد بجد بيسعى علشانه لحد ما يوصله. واخيرا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. الف الف مبروك، وزغاريد كتير في الكومنتات وباركولهم يا جماعة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، وتشجعوني بكلام قمر زيكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبحبكم جدا. سلام.